يعني لازم اتكلم عن النظارة. 3-0. وانا اول ما رحيمي دخل قلت حق الشباب ترى هذا اليوم بيجيب جول وياب. ودياز انا عموما انتقده بس اليوم لعب مباراة كبيرة. 2 اسيست وناحي جولين قضى على الجيم. بونو هالانسان يجيب بطولات، حارس يغير الفريق كله، انقذ الفريق في الشوط الاول. المنتخب المغربي يعني ما كانت مباراة جميلة في الشوط الاول، تحسونهم هلكانين، لاعبين مباراة طويلة ضد هولندا، اظن ريحوا بس 3 ايام، واظن الكنديين كانوا مريحين 4-5 ايام، فهذا يفرق وايد. بس مبروك على المغرب، مبروك على المباراة الكبيرة اللي لازم هني ما شاء الله الى الدور اللي بعده. مليون مبروك. المغرب فريق هذا عند الناس كلها الا عند ياسين بونو، ما شاء الله تبارك الله 90% من قوة الفريق عند ياسين بونو. اليوم يقول لهم انتم سجلوا بس ما عليكم، الشباك عندي، وفعلا دق صدره وهو قدها. يا عيال صديات ما تتصدى، ما شاء الله تبارك الله. كم كورة خطيرة وكم فرصة خطيرة كان ياسين بونو متألق فيها، ويقول البقية وال10 لعيبة اللي في الملعب سجلوا. الشوط الأول شال المنتخب المغربي على كتافه، والله العظيم شال المنتخب المغربي على كتافه. ما شاء الله تبارك الله، حارس تاريخي، وخاصة نسخته مع منتخب المغرب. وإذا كنت حابب تتفرج جميع مباريات كأس العالم والمسلسلات والأفلام كلها في مكان واحد بجودة جدا عالية، و139 ريال، شاشتين لمدة سنة، وفوقها في خصم 20 أخصم لكم زيادة. العقد الذهبي في بايو. المستوى التاريخي، إيش الأداء الخرافي، إيش الثقة في النفس، ما شاء الله تبارك الله. عنده ناحي اليوم رجل المباراة بدون أي مناقشة، حتى ما تقدر تتكلم فيها. يا رجل يا رجل، هدفين كل واحد أفضل من الثاني، لكن الهدف الأول أحلى صراحة. بس حتى الهدف الثاني فينيش عظيم من أناحي ما شاء الله تبارك الله، والأسيست اللي سواه وصقعت في العارضة من هذا المنتخب اللي يستحق تشجعه، هذا المنتخب اللي يستحق تلبس قميصه. اي والله العظيم يستحق ترتدي قميص المنتخب المغربي اسود الاطلس. قسما بالله العظيم تبيضون الوجه، تبيضون الوجه رسميا، او نقول عاجل ورسميا. خلي يسمع الكل، اسود الاطلس الى الدور من النهائي رسميا بعد التغلب على المنتخب الكندي. يا الهي قسما بالله منتخب، نعم شوط اول ما كان بالمستوى، شوط اول ما كان بالمستوى المطلوب، بس الشوط الثاني الأسود الحقيقيين، نعم، مو مثل أسود الرافدين. الأسود الأطلس يفوزون 3 ويتأهلون. هو هذا الفريق الصحيح اللي تقدر تقول عليه، وهذا اللي يرفع راس المنتخب العربي المغربي. والله وكفو. شفتوا إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد شو يسوي؟ شفتوا 3 اسيستات، 3 أهداف اللي صنعهم للمغرب هو إبراهيم دياز، 1 ريال مدريد. ألف مبروك. الأسود الأبيض. انسى المباراة وانسى الحكم وانسى اللي صار الكل. بربي 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 تحية شكر لياسين بونو، قسما بالله هو سبب ترشح المغرب. الشوط الاول لياسين بونو وحده، مغرب كامله تسك في النوم، كلهم ناعسين. فما كان ياسين بونو يشيل في الكورات، وبعد في الاخر الله غالب يتنساه حارس المرمى، يتنساه. الناس كل تتكلم عليه سجل الاهداف واللي عطى الاسيست، حارس المرمى يتنساه. تحية شكر خاصة لياسين بونو من قلب تونسي إلى ياسين بونو. والله العظيم أنت الإنسان رقم 1 في سبب ترشح المغرب. يلا المغاربة الكل تغني معايا 3 2 1 سي. هذا سؤالي إلى كل مغربي، تحب تعرف شنو الفرق ما بين المغرب في الشوط الأول والمغرب في الشوط الثاني، وهبي شنو عمل؟ شوف الفيديو هذا تعرف السر الوحيد اللي نعرفه أنا. المغرب لا يطرق أبواب التاريخ بل يكتب صفحاته. هناك منتخبات تلعب من أجل المشاركة، ومنتخبات تلعب لتخلد أسماءها. هكذا هم الأسود، أسقطوا الطواحين الهولندية، أبهروا العالم أمام السيليساو، ثم جاءت كندا لتكشف أن الأسود لا
يصنعون المفاجآت بل يصنعون المجد. كل انتصار ليست نهاية حكاية بل بداية فصل جديد تكتب فيه أسماء الرجال بأحرف من ذهب. ويبقى السؤال: هل يكتفي المغرب بكتابة التاريخ أم أنه سيكتب أعظم فصل في تاريخ العرب وأفريقيا؟ ألف مبروك. ديفا مغرب ديفا مغرب هنيئا لنا. الماتش كان واعر العزيز، كان واعر ديال بصح. الاجواء كانت خياليه في التيران، جمهور كثير جاو من بزاف المدن في الامريكان، من اوروب، من المغرب. ما نقدرش نوصف لكم الاجواء اللي كانت في التيران. الدراري داروا اللي عليهم، تاهلنا لكارت فينا وصل الله الرحمن الرحيم في الماضي. دابا غادي نمشيو بعيد ان شاء الله الرحمن، دابا غنمشيو بعيد. السلام عليكم الخوت. شي اللي شاف هاد 3-0 دابا توريها ليه هكا كنتيجه، غادي تسحاب ليه ما تخلعنا ما والو، غيتسحاب ليه دوزنا الماتش هكا مرحين بحال هكا وشادين الباناشي في يدينا ومستمتعين بالمحاولات والبيوتا. ضربيت اليوم ولد الجد تقول دوك الصفرات تيخرجوا ليه عليهم الدعم، تيشد مليون الصفرا الى هزه بزاف. الحال خلعني اكثر من كندا، ولكن برافو الدراري، الحمد لله ربحنا ودزنا للربوع ناري. اللي حسدنا راه ربي تيشوف. ينصر دينك يا سلخ، بس للاسف فاتوا سلخونا سلخ من اول 10 دقائق. 3 تصديات لبونو باول 10 دقائق، وبعد منا نام الفريق الكندي، ضل مستحوذ استحواذ سلبي، عم بيحاولوا ما عاد قدروا يفوتوا على البوكس. انت هون بتقول بونو شكرا من القلب الى القلب انه كان على قدر المسؤولية بهي المباراة وحمل الفريق بالأزمة. 45 دقيقة أولى للنسيان من المغاربة، يعني آخر شيء متوقعه يكون هيك أدائنا. مع الأسف في إصابة للسايبري، هذا اللي خرب حسابات المدرب، واللعيبة بتحسون هيك يعني تأثروا بهذا الموضوع. فأنت بتقول إنه ليش أنت مغرب؟ أنت مو فريق عادي، انت بينزل سفيان على الملعب رحيمي وبيعمل مباراة من العيار الثقيل كتير. عصام الشوالي شو كان عم بيقول بالمباراة وناحي بعد ما فقد؟ أصدقائي الحمد لله على هذا التأهل للمرة الثانية تواليا للدور الربع النهائي. مباراة اللي عانينا فيها خصوصا في الشوط الأول معاناة كبيرة، ولكن من الشيء من الكبار انك تعرف يعني تصبر وتعرف تفوز رغم يعني انك تكون ماشي في احسن المستويات ديالك. الشوط الاول المنتخب المغربي عرف كيفاش يعني يصبر لديك المد الهجومي والسيطرة الكاملة ديال المنتخب ديال كندا. ياسين بونو برافو، باش تمشي بعيد في ان تورنوا خصو يكون عندك حارس من المستوى ديال ياسين بونو ديما او رونديو. الشوط الثاني والحمد لله مع افتتاح المنتخب المغربي حصة التسجيل
هدف رائع. يلا يلي بعده فرنسا، هاتوا فرنسا للمنتخب المغربي. المغرب عطى فرصة لكندا بالشوط الأول، قال العبي كرة، اعملي اللي بدك إياه. بالشوط الثاني شوط المدربين حطم المنتخب المغربي كندا تحطيم، رغم إصابة سيباري بالشوط الأول، بس أوناحي أخذ المبادرة وسجل هدفين وصنع فرصة بتجنن ضيعها سفيان رحيمي، ورحيمي سجل الثالث. مباراة عالمية من أسود الأطلس. المغرب جاي ينافس على كأس العالم. المغرب بعد فوزه بينتظر الفائز بين فرنسا والباراغواي ليواجهه بربع النهائي كأس العالم. 3 مباريات تفصل المغرب على الفوز بكأس العالم. وديما مغرب مبروك للشعب المغربي. ألف دبزوليش عند راسي، خلوني نمشي نهضر دوك شويه زوج كلمات ومن بعد دبزوا على رواحكم. رسميا المنتخب الفرنسي يضرب موعدا في ربع نهائي كأس العالم أمريكا 2026 مع المنتخب المغربي. المنتخب الفرنسي الذي فاز على المنتخب الباراغواياني بنتيجة 1-0 في مباراة خلينا نقولوا كانت معقدة وما كانتش سهلة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. والمنتخب المغربي الذي فاز على المنتخب الكندي بنتيجة 3-0. يعني المنتخب المغربي راهي عنده فرصة باش ينتقم من فرنسا ويقصيها من كأس العالم كما هي قصاتهم من كأس العالم 2022. دركا واش تبالكم، اسكو المغرب يقدر يحبس فرنسا وينتقم ولا لا؟ هي كما نقولوا بناء على المباراة تاع اليوم فرنسا ضد الباراغواي، وين كانت فرنسا كما نقولوا صح مستحوذة وكذا، بصح ما كانتش خطيرة لهذيك الدرجة. عندك 5 يورو برك على البارة، ماهيش حاجة غراب بارابور مقارنة مع المنتخب الذي تلعب معه. على كل حال المنتخب الباراغواي خرج كما نقولوا مرفوع الرأس، مثله مثل المنتخب الرأس الأخضر. هذا في أرضية الملعب. ميزة بونو إذا شاف لعيبة فريقه مش في أفضل حالاتهم هو يشيلهم لين ما يصحصحون، هو يقدر يرفعهم لفوق لين ما يبدأ يشتغلون. أقسم بالله الكلام ما يكفيك يا بونو، والله الكلام خلص فيك يا بونو. يا مجهودك يا كابتن، يا مجهودك يا كابتن، أقسم بالله المغرب محظوظة. أنا مش عارف مين صاحب الفكرة، لكن يا أخي شكرا يا حكيمي. موسم طويل جدا مع باريس، لكن هل تعتقد أن حكيمي يبخل بنقطة عرق للمغرب؟ والله لا، والله لا. شوف يا استاذ ناحي، اتمنى بعد كاس العالم تبدا تختار اختيارات كويسه، تبدا تروح لانديه كبيره، تبدا تسوي شيء كبير في اوروبا، لان انت تستاهل، لان انت تستاهل. حرام عليك 4 سنين راحت، خلاص يمكن قدمت شويه موسم حلو، ها مع جيرونا شويه مع مارسيا، لك هذا شنو المانعك ما تحتفل ويا المنتخب المغربي؟ انت كعربي شنو اللي مخليك ما تحتفل ويا المنتخب الوطني المغربي اللي يمثلك ويمثلني ويمثل كل العرب في بطولة كاس العالم؟ شنو اللي مانعك اخي؟ انت رايح للبرازيل، رايح لفرنسا، رايح للارجنتين، شنو اللي مانعك؟ خلينا نفتهم، هذا اخوك عربي، هذا دمك ولحمك عربي، هذا عربي يمثلك. اللي سوته المغرب انجاز لكل واحد عربي. اللي سوته المنتخب المغربي ضد منتخب كندا، منتخب مغربي، منتخب مو طبيعي، ولاد بالنجوم. كل مباراة يثبت لك يقدر ينافس منتخبات أوروبا، يقدر ينافس منتخبات كبار وفعلا ويفوز عليهم. منتخب المغرب منتخب وطني عربي يستاهل الحب والدعم والاحترام. احنا كعرب يا أجانب يا بطيخ، لك هذا عرب أخوك تحكي صدق. دائما مغرب، دائما مغرب. أيبا الله 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 الله. شوف لي الملحمة الكروية في دور ربع النهائي من بطولة كاس العالم، من دور الثماني. اليوم إذا فازت فرنسا على الباراغواي راح تتأهل رسمي تلعب ويا المنتخب الوطني العربي المنتخب المغربي في دور ربع النهائي، دور الثماني. الله الله على القمة. لك يا فرنسا، يا امبابي، يا اوليسي، يا اجانب، يا بطيخ، لك هذا اخوي عربي بشرفك تحكي صدق. كلنا احنا مغرب، كلنا احنا دائما مغرب مع اسود الاطلس. كل التوفيق لهم. يا رب عليك. المنتخب المغربي حاليا الدور الثماني منتظر على نار، وان شاء الله قد المسؤوليه احنا ورجال المنتخب المغربي كل احنا عندنا ثقه بيه. عندك ليش مو احنا؟ وعشان احنا نكون كذا ونصير كذا ايش نسوي؟ طبعا الكلام هذا كلام خارج من رجل غير حاسد ابدا، رجل غابط يتمنى استمرار العظمه لكم وان يكون منتخب بلده عظيم مثلكم. نبغاكم كمان تشاركونا آراءكم وحلولكم في كيفيه وصولنا الى ما وصلتم اليه. كيف سويتوا؟
كيف اشتغلتوا؟ كيف كانت خطتكم بإخراج منتخبات بهذا الشكل؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يديم عليكم عظمتكم وقوتكم وأداءكم العالي والرايق والمشرف فعلا. وإحنا السعوديين كمان يا عيال خلونا نحل ونفتش عن الأسباب. ورانا كاس آسيا بلدنا وبين جمهورنا، إحنا الجمهور اللي حنكون متواجدين لتشجيع منتخبنا في بلدنا، فالمفروض إنه الكاس ما يطلع من عندنا. كاس العالم وراح، نفكر في القادم، نفكر في المستقبل. البطولات لن تنتهي، لسه انت وراك كاس عالم قادم وكاس عالم قادم حيكون عندك. الغريب واللي يخليني فعلا أفكر كثير في هذا الموضوع إنه ربحوا والله لا ربحوا شوادة كندا، ربحوا كندا في بلادها ب3. واه قردة البابون يعرفوا يلعبوا البالون. شوادة قردة البابون المغاربة تاليتكم هذه هي، حدكم كندا. الماتش الجاي في الويتيام فينال غادي تتلاقوا مع فرنسا، غادي تتلاقوا مع كيليان مبابي ولد فايزة، غادي تتلاقوا مع اوليسي ديمبيلي دوي باركولا شرقي. بصحتكم كاليفيتو غادي تقبضكم فرنسا في الويتيام فينال، غادي يقلوكم. اذا كنتوا رجال اربحوا فرنسا. سمعوني يا مملكة العار يا مملكة الطحانين، كاليفيتو الويتيام فينال وراكم فرحانين. في الويتيام فينال غادي تتلاقوا مع فرنسا، غادي نحو بالأعمال. رجال صنعوا لهم تاريخ مو فقط بالتأهل لدور الثمانية، التأهل لدور الثمانية للمغرب صار شيء جدا عادي ما شاء الله تبارك الله. أول منتخب يوصل ل 42 مباراة متتالية في جميع المسابقات بلا خسارة. هو المنتخب في العالم ايوه اللي فيه فرنسا واسبانيا وانجلترا والبرازيل. المغرب اول منتخب يوصل ل 42 مباراة متتالية بدون ولا هزيمة. اللي سواه المنتخب المغربي في المونديال هذا هو مونديال قطر 2022 يخليك تفتخر فيه حتى لو ما تبغى. مونديال قطر وصل لنصف النهائي، مونديال 2026 لحد الان وصل لربع النهائي وممكن يوصل لابعد. اكثر منتخب عربي سجل في كاس العالم ب29 هدف، أول منتخب عربي سجل 10 أهداف وفوق في كاس العالم. منتخب يجبرك على احترامه. معاكم للآخر يا أسود الأطلس وبإذن الله واثقين فيكم. ألف 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 مبروك، تستحقوا الفرحة. قولكم يا سمسون، قولكم يا سمسون يا كذاب يا كذاب. يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة، قلت لكم الوهبي مبدع. هي تمسك منتخب قبل كاس العالم 5 أشهر بس، وانت مطالب فيه انك تروح ابعد من 2022. يعني انت مطالب تروح وتدخل الهاي الشخصية. يحترم. المغرب تمتلك مدرب، المغرب تمتلك الرجل الصح في المكان الصح. اليوم يوم الوهبي، اليوم يوم محمد فقط. الشوط الاول كان جدا سيء والمغرب كان واضح عليهم الارهاق واصابه الصابيري تاكد الشيء هذا وتثبت ان اليوم يوم سيء. وكندا عكس المتوقع كانوا خطيرين ويضغطون وسببوا خطوره جدا كبيره على المغرب. لكن بعد ايش؟ بعدها اثبت ان المغرب تمتلك مدرب ذو شخصيه عالميه، ذو شخصيه مرعبه، ولاعيبه عندهم من القدره انهم قادرين يحولون المباراه من سيء الى شيء جدا مرعب. البداية مع أوناحي بفكرة عبقرية من حكيمي وفينش عالمي 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 من أوناحي. ورجعت المغرب المرعبة، رجعت المغرب اللي يملكون رجال في أرضية الملعب اللي 1000 مليون تريليون زنجليون مبروك يا المغربيون. التأهل لربع النهائي للمرة الثانية على التوالي. مباراة يعني الحمد لله أنا متوقع أن بالمباراة أنه نربح 2-3-0 وهذا اللي صار. فزنا 2-0 والجول فات بآخر ثانية من المباراة، يعني 2-3 هيك بدنا نقول. بس النهفة أنه أنا متوقعة بأداء، بس الشانس بالتوقع أنه نربح بدون أداء، وهذا شيء كبير كتير. هون بتعرف قيمة المنتخب في شخصية. انت لما تتوقع فوز لفريق فأكيد هذا التوقع رح يكون نتيجة للأداء، بس انه الأداء يكون سيء وتربح بهي التوقع، فهذا الشيء انت مو عن فراغ متوقع هي المباراة، لأنه شفنا فريق المغربي قدام الهولنديين، فنحن قلنا رح يفوتوا قدام الكنديين. المفيد أنا تبلي المغرب عنده أمل وعنده كل الإمكانيات وقادر كما نقولوا يحبس فرنسا. ممكن، علاش لا. أبارسا كل التوفيق للمنتخب المغربي العربي.
المغرب تفوز على كندا بأقل مجهود، وين المنتخب المغربي كي دخل المباراة في الربع ساعة الأولى ما صابش روحه. المنتخب الكندي كان ضاغط، كان هو اللي يحاول، بصح ما قدرش يماركي. علاش؟ باسكو عندهم حارس، باسكو عندهم مدافع، باسكو عندهم شراسة، باسكو عندهم قرينطة، عندهم كلش من الاخر. المنتخب المغربي أحد المنتخبات المتكاملة في العالم حاليا، ولن أستغرب إن أوقفوا فرنسا في الدور الربع نهائي. رسميا المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور الربع نهائي بعد فوزه على كندا بنتيجة 3-0، فوز مستحق أكيد من دون أدنى شك. راح ينتظر الفائز ما بين فرنسا والباراغواي ليلاقيه في الربع نهائي. إذا فازت المغرب على فرنسا، خلينا نقول رسميا المنتخب المغربي سوف يكون طرفا في نهائي كأس العالم. ماغري اسبانيا ولا البرتغال راح تخرج لهم ليها، راح يربحها. نقول لك ابارسا واش نقول لك، مبروك للمنتخب المغربي، من حقكم تفرحوا، راهو عندكم منتخب صدقوني غير يتمناه اي منتخب افريقي وعربي. ابارسا المباراة وناحي بعد ما فقد كرة، اول كرة طبعا الفريق المغربي بالشوط الاول كله ما كان منيح، فعطفا على اداء الشوط الاول الشوالي قال لك لازم تطلع أناحي، بوم اول جول دغري، ما في يعني انت هون اسرع ميوت اجى للشوالي وبوم لطشوت تاني. يعني مغرب فريق بخوف، لانه انت لما تكون سيء وتكون متقدم 2-0 معناتها لازم الفرنسيين يحسبوا لك حساب، واعطوني مبابي لعندي دغري، روح اذا ما بدك تتبهدل قدام المغرب روح خسار مع الباراغواي. لانه مثل ما طلبنا ميسي لمصر بدنا نطلب مبابي للمغرب، ما عندنا مزح نحن. فالف مبروك. الجول الثالث طبعا بدي اعطي بس شغله منيحه لدياز، لانه عمل مباراه بالشوط الثاني يعني حمل الفريق. للامانه دياز كان من اول المونديال للشوط الثاني اليوم مو منيح، بس بالشوط الثاني اسيستين، ورحيم يتكافئ على الجول يلي عمله بالعارضه يلي قبل منها يلي ما فاتت. ففريقنا اليوم كان على قدر المسؤوليه اكثر ما يكون على قدر الاداء. فاعطوني مبابي على المباراة، ما حيكون احسن من الدون. طلعنا الدون المونديال الماضي وطلعنا الاسبان المونديال الماضي، وهلا دور فرنسا باذن الله. اجا كندا تنتيا طيارتك زيد 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 زيد، دورها شويه قد لها الوجه، وطياره واو واو واو. لا خطأين امريكان، اقسم بالله لا خطأين امريكان. هاد كندا هادو بغاو يلعبوا معنا في بلادهم، قال لهم ترامب اجيو نتوما اصلا مزاحمين معايا في هاد لاكوب دي مونش باغيين عندي، لا غتلعبوا مع المغرب في ميريكان. علاش؟ باش المغرب يديروا لكم طياره. مثل ما عودت شاد من رحمي، شاد من رحمي، الله يرحم لك الوالدين رحمي. ثلاثة، أنا سخفت، أنا يلا نتكسل. الله الله ما يمكنش، راه واحد الفرحة امبوسي. راه الشوط الثاني مختلف على الشوط الأول. سي با وهبي، اش درتي لهم وهبي؟ درتي لهم الريزيت، غينيسياليزاسيون، بدلتي لعابة جبتي لعابة جداد، كي درتي ليها ثلاثة. خمسة وخمامس أنا عين العديان. جايكم فيديو بخمسة وخمامس. ياك ماركينا 3 الأهداف على كندا، 3، وتأهلنا الربع النهائي للمرة الثانية على التوالي. لكن شكون اللي ماركا الأهداف؟ الهدف الأول والثاني شكون؟ عز الدين أناحي النحيلة، خريج أكاديمية. برافو لأسود الأطلس. المنتخب المغربي يؤكد أن ما تحقق في 2022 لم يكن صدفة، بل نتاج عمل مستمر بدأ من القاعدة وجيل يسلم جيل، ومدرب وطني غيور على بلاده وقدر يغير شكل المباراة في الشوط الثاني بعد ما كانت كندا مسيطرة بالطول وبالعرض في الشوط الأول. ورغم إصابة السيباري قدر وهبي يغير شكل الفريق في الشوط الثاني وفاز بثلاثية مستحقة. هذا هو المدرب وهذا دوره، واللي قدم أفضل أداء في الميدان ويشمخ تريكو مرحبا به مهما كان اسمه. تستحقون الفرحة، ودون أن ننسى كل التحية للجماهير المغربية التي رفعت العلم الفلسطيني في الولايات المتحدة، ولن ننسى قضيتنا. مبروك للمغرب وبالتوفيق لمصر في التحدي القادم. شوفوا في وجوههم، في عرقهم، فدموعهم لي سالت على التيران الأخضر، حيث هذه هي روح العائلة اللي زرعوها فينا، وحيث هذه هي تمغربيت الحقيقية اللي ما كتبغيش تستسلم وكتحدى الصعاب تقاتل رجالنا حتى لآخر نفس
وتحداو العيا والضغط باش يهزوا راس كل عربي وأفريقي ومغربي في العالم كامل، من أعماق قلوبنا ومن وراء الشاشات وفي المدرجات. شكرا ليكم من القلب، شكرا حيث رجعتوا لينا هذا الإحساس، وشكرا ليكم حيث بكيتونا بالفرحة والفخر.